السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ياسمين باتيس. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم على فطيرة يمكن تحضروها سهلة، كتوجد في رمشة عين ومكونات جد بسيطة غير بيضة وحكاكة. تابعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا المكوناتها. بالنسبة للمكونات لهاد الفطيرة اللي ساهلين متوفرين في اي بيت، عندنا بيضة تكون بحرارة المطبخ، عندي نص كاس ديال السكر سنيده، ساشيه ديال الفانيلا، كاس الا ربع من الزيت، وكاس ونص ديال الدقيق. يمكن تزيدوا واحد المعلقه ولا جوج الا بانت لكم مازال خفيفه، وساشيه ديال الخميره ديال الحليب. غادي ناخذ زلافه اللي غنخلطوا فيها المكونات، غادي نوضع فيها البيضه والفانيلا والسكر سنيده وقبيصه ديال الملح. اكيد غادي نخلطوا المكونات جيدا حتى يندمجوا مع بعضياتهم. غادي نوضع الزيت حتى هو ونخلط جيدا جيدا. المهم يمكن لكم انكم توضعوا جميع المكونات وخلطوا كلشي بدقه، اولا كل مرحله كتخلطوها بوحدها. المهم خلطوا لي المكونات جيدا حتى يندمجوا لي مع بعضياتهم. غادي تلاحظوا بان الخليط غادي يبدا يعقد، حيت راكم عارفين ملي كتضيفوا الزيت كتحسوا بان الخليط كيتجمع. المهم غادي تبداو تضيفوا الدقيق تدريجيا شويه بشويه، ولا ضيفوه كامل، يعني راه كاس ونص راه كافيه. ومازال انا زدت واحد جوج معالق تقريبا، جوج معالق. المهم ما تكونش غير كتلصق في اليدين فوق القياس. انا ضفت الخميره، والعجينه راه كتكون خفيفه، ما كتكونش قاصحه كيف ما موالفين يعني في لاباط بريزي ولا هذا، ما كتكونش بحالها، يعني كتكون هنا شويه مرخوفه. المهم غادي نحتفظ بها في الثلاجه واحد ربع ساعه نطلقوا. المهم بالنسبه للحشوه اللي غادي نعمر بها هاد الفطيره، كاقتراح انا فضلت انني نعمرها بالتفاح. لكم الاختيار، عمروها باي فاكهه. ما عندكمش الفواكه ديروها غير الكونفيتور، ما عندكمش الكونفيتور المهم اي حاجه كتعوض حاجه. انا خديت واحد 3 تفاحات كبارات، قشرتهم وقطعتهم طريفات صغار، ودرت عليهم واحد المعلقه ديال الزبده ورشه ديال الحامض، يعني تقريبا نصف حامضه. غادي نعصرها مزيان، نضيف عليهم شويه ديال القرفه، شويه ديال السكر، جوج معالق ديال السكر تقريبا، ومعلقه صغيره ديال القرفه باش كتعطينا هذيك النسبه البلديه. يمكن لكم تضيفوا حتى ساشيه ديال زهر البرتقال، او لا ما توفرتش عندكم وتوفر عندكم ماء الزهر ديروه. يعني انا نقول لكم اي حاجه يمكن لكم تعوضوها بحاجه اخرى. وكتضيفوا تقريبا واحد نص كاس ديال الماء اللي غادي يطيب ليا هاد التفاح. غادي ناخد المول اللي غادي نبسط فيه هاد العجينه. خديتو لبستو من التحت بالبابي سيلفيريزي، وغادي نبدا نبسط هاد الكره على هاد الشكل حتى كتنبسط معايا في المول كامل. وضروري خاصها تكون شويه شويه، يعني رقيقه، ما تكونش غليظه بزاف. هاد الفطيره كتجي هشيشه فوق القياس وكتذوب في الفم، وصراحه ما كتاخذش معكم واحد الوقت اللي هو كبير. كما كتشوفوا طلعت العجينه في الجناب. غادي ناخذ هذاك التفاح اللي ديجا عسلت، واخا يبان لكم انه قليل راه بركه. المهم غير انكم كتعمروا اي عماره درتوها. يمكن لكم ديروا غير الكونفيتور بحال كيف ما درنا الكروستاتا. هذه ماشي كروستاتا، ولكن فطيره سهله يمكن لكم تحضروها في اخر، يعني في اخر لحظه. الضيوف الغفله يعني كتوجد في واحد الوقت اللي هو وجيز جدا. المهم هنا سرحت هاد الحشوه ديالي، وغادي ناخذ الحكاكه وباقي العجين. هاد العجين راني قسمتها على النص الاول بسطته في يعني في الاول، وعاد درت الحشوه، والنصف الثاني غادي نحكو في الحكاكه على هاد الشكل. المهم غادي نحك العجينه
حتى كنكمل العجينه كامله اللي عندي. من بعد غادي نزينها باللوز ايفيلي. لكم الاختيار عاوتاني في التزيين. المهم يمكن لكم تضيفوا اضافات اخرى، ديروا شوكولا بيبيت، لوز كونكاسي، لكم الاختيار. غادي ندخلها الفران طيب على نار مهيله، ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال الفطيره. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالتي. صراحه جات رائعه، وملي خرجت زينتها بشويه ديال السكر غلاسي سبيسيال وعطيتها هذاك الشكل ديال الورده. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بصحه وراحه، وكيف ديما ما تنسونيش بلايكاتكم وتعاليقكم. وإلا عجبتكم وصفه اليوم واللي اول مره كيزور قناتي وعجبته، ما ينساش يدعمني باشتراكه وتفعيلوا لي الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. شكرا لكم والى فيديو جديد ان شاء الله.